اللي هعمل الغدا النهارده يا ماما. ازاي يا زينب؟ انت يا بنتي جايه من الكليه وتعبانه؟ لا مش تعبان. خير يا بنتي، انا من مده ما شفتكيش مبسوطه بالشكل ده. حصل ايه؟ تصوري يا ماما، شاب محامي وفنان وفي منتهى الأناقة بيكلمني بكل رقة وذوق وحنية، وعرض عليا مستقبله وعاوز يتجوزني. وده كتير عليك يا زينب. أنا ما كنتش يا ماما مصدقة إن فيه راجل في الدنيا يكلمني أو يهتم بيا مش يعرض عليا الجواز. يا بنتي ده انت زي القمر، غيرش مخك ناشف ومش مريحك وليكي أفكار تعباكي وتعباني. أنا مش قلتلك كل فولة ولها كيان؟ ما كنتيش مصدقان. خلاص يا ماما، أنا دلوقتي بقت لي ثقة في نفسي ومش هقول كلام يضايقك أبدا. ادعي لي يا ماما ربنا يوفقني. ونعم بالله يا بنتي، ربنا يتمم لك ويهدي سرك. من بقك لباب السماء يا ماما. ربنا هو الأعلم باللي في قلبي يا زينب. هو جاي يزورنا الأسبوع الجاي ولا اللي بعده بالكتير يا ماما؟ يا آنس والشر. لو كان المرحوم بابا عايش ما كنتش تعبت التعب ده كله يا ماما. أنا في ديك اليوم اللي أتعبلك فيه يا زينب. يا ما أنت كريم يا رب. مين الشاب اللي زي القمر اللي كان قاعد وياكي في البوفيه ده يا زينب؟ شفتك انا ودولة قلنا حقيقي تحت الساهي دواهي. كنا بيني وبينك عاوزين نسلم لكن خفنا. لا مالكيش حق يا فوزية، كان حقكوا جيتوا والله. قولي لي بقى مين ده يا زينب؟ خطيبك؟ ايوه يا بنتي الايه؟ ها وبيشتغل ايه يا ترى؟ محامي وفنان ورسام. مش تحب تشوفيه؟ يا ريت في اي يوم اعرفك بيه. هو كل ما بيخلص من المحكمة بيجي يقعد في البوفيه. ها وعرفتوا بعض ازاي؟ والله ده القدر يا فوزية. شفتيه فين يعني؟ قوليلي. هو اللي شافني في معرض الرسام رمزي. وبعدين؟ ولا قبلين كلمني. طبعا انت سكتي زي عوايد. لا والله يا فوزية، الدور ده اتكلمت كلام مانيش عارفة جالي منين. انما الحقيقة شخصيته هي اللي شجعتني. ده التجاوب يا عفريتة، تجاوب الفن والقلب. وهتشوفيه تاني امتى؟ اول مرة راح يجي البوفيه هقولك. ربنا يوفقك يا زينب ويسمعنا عنك اخبار حلوة وتفرح. ميرسي يا فوزية. اهي دي يا سيدي صديقتي الوحيدة فوزية. اهلا وسهلا، دي فرصة سعيدة جدا يا انسة فوزية. ميرسي. زينب كلمتني كتير عنك وعن ذوقك ورسوماتك. رسوماتي انا؟ ايوه. يا حسرة، ده حضرتك لما هتشوفها تقول دي زي نبش الفراخ. انا اللي زينب خلتني متشوقة جدا اني اشوف صورك. لا ده لازم زينب هونت لك كتير، لكن يظهر ان الرسم ده فعلا هواية راقية جدا. اشمعنى يا استاذ رشدي؟ علشان يعني الناس الاكابر كلهم غاويين رسم. بس من ذوقك. لا العفو العفو، ده لولا تشجيع زينب كمان انا ما كنتش استمريت بالشكل ده. زينب دي مالها؟ دي كلها احساس ورقة. ربنا يوفقكم ويخليكم لبعض. متشكر. الا قول لي يا استاذ رشدي. ايوه. صاحب البيت عاوز يطلع اختي من الشقة اللي ساكنة فيها. ليه بعد الشر؟ قال في حاجة ضرورية عنده تخليه يطلب اخلاءها. مش ممكن ناخد رأيك في الموضوع ده بصفتك محامي؟ اوي اوي، انا تحت امرك. طيب انا هقول لإلهام اختي علشان توريك المستندات. انا تحت امرك، في اي وقت تيجوا تشرفوني في المكتب. متشكرة قوي، احنا هنجيلك قريب خالص. واسيبكم انا بقى علشان الحق المحاضرة الاخرانية. ما تصهيني يا فوزية المحاضرة دي. لا معلش، اصلي كم مرة ما حضرتش ولازم اعوض شوية. على العموم يا ستي دي فرصة سعيدة جدا. ده احنا اللي تشرفنا يا استاذ، وبقى خلينا نشوفك في البوفيه ان شاء الله. سعيدة يا زين. سعيدة يا فوزية، مع السلامة. المستندات كويسة فعلا. طيب مالكيش دعوة انت خلاص بقى يا انسة فوزية، سيبيلي انا حكاية القضية دي وانا هعمل كل حاجة. للأسف جوز اختي مسافر وإلهام ما قدرتش تيجي وياي علشان الأولاد لوحده. على العموم انت الخير والبركة. هي وازاي كده يا انسة فوزية؟ الحمد لله. وازاي زينب؟ ما بتشوفيهاش؟ بشوفها كل يوم طبعا. انت ما قلتليش رأيك فيها يا فوزية. رأيي ايه قيمته؟ كويس؟ لا انا حاسس انك زي اللي بتشك في ذوقي. ليه؟ ابدا. انا عارف يا انسة فوزية ان زينب مش حلوة، واختياري وقع عليها لاني جربت حظي مع الحلوين. دي مش اول مرة افكر فيها في الجواز. انا كنت خاطب بنت جميلة جدا وجمالها ده اعماني عن اخلاقها. تصوري واحنا في فترة الخطوبة شفتها ماشية مع واحد فسألتها عنه، فبكل بجاحة تقول لي انه صاحبها. يا خبر. ففسخت الخطوبة طبعا،
وغير كده في صديق عزيز عليا برضو حصلت له نفس التجربة دي، ففقدت ثقتك في الجمال والجميلات. وفكرت اني اخطب زينب اللي ما هياش حلوة. ايوه، بس دي مش ضروري تكون قاعدة يا استاذ. مش لازم ابدا كل واحدة جميلة تكون اخلاقها وحشة، ولا كل واحدة وحشة تكون اخلاقها كويسة. دي مسائل فردية خالص. انا معاكي، لكن هم بيقولوا المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين. انت بتقول كانت مرة واحدة يا استاذ. طيب وصاحبي؟ مرة بالنسبة لك انت ومرة بالنسبة له هو. انا شايفك متحمسة جدا يا انسة فوزية. انت بتدافعي عن الجميلات لان دفاعك ده فيه دفاع عن نفسك طبعا. العفو يا استاذ. لا دي هي الحقيقة يا انسة فوزية. انا بتكلم كلام عمومي على كل حال. وانا مقتنع. ومش معنى كده ان انا كنت بدافع عن نفسي. على العموم انت مش محتاجة لاي دفاع يا انسة فوزية. في الواقع زينب كلمتني عنك كتير، لكن اللي سمعته عنك اقل بكتير من اللي شفته بعينيا. ده بس من ذوقك. استأذن بقى. طيب يا انسة فوزية، مع السلامة. بس ما تنسيش تجيبي الشهادة اللي قلت لك عليها. ان شاء الله. أرجوك. مع السلامة. ازيك يا رشدي؟ اهلا زينب. انت فين؟ محدش بيشوفك بقالك مدة طويلة. والله مش فاضي الايام دي يا زينب، بسافر كتير علشان قضايا المكتب. والمعرض بتاعك؟ لما يجي الوقت المناسب ليه. والفكرة خلاص استغنيت عنها؟ لا ابدا، بس لما افضى. وهقدر اشوفك؟ كام يوم كمان، اسبوع كده، لغاية ما اصفي شوية جنايات محدد لها جلسات قريبة. دي ماما كانت عاوزة تشوفك. انا فعلا مقصر، انما معلش اهي شدة وتزول. هستأذن انا بقى زينب علشان عايز اروح المحكمة. طيب مع السلامة. انت داخله المحاضره دي يا زينب؟ لا انا هقعد في البوفيه شوية، يمكن رشدي يجي. ما تيجي شوية؟ يلا بينا احسن انا زهقانه. ها، ايه اخبارك يا زينب؟ مفيش حاجة جديدة، كل شيء زي ما هو. رشدي لسه ما قابلش ماما؟ ابدا. وانتي عامله ايه؟ انا مانيش عارفة اعمل ايه. طول الليل اعيش مع افكاري وفي السعادة اللي منتظراني، واول ما يطلع النهار يتهيألي اني كنت في حلم. كل ما اتصور اول مقابلة ليا مع رشدي اعيش في اللحظة دي ايام وليالي، ابقى سعيدة وفرحانة. واول ما يعتذر 3-4 ايام احس بان حياتي بقت خلاص جحيم، وابقى مهمومة وزي العيانة، ويتهيألي اني مش ممكن هقدر اعيش من غيره يا فوزية. وما اعرفش هيكون ايه مصيري لو بعد عني او سابني. لا بلاش التصورات دي يا زينب. بكره ربنا يحقق لك كل احلامك. يا ريت يا فوزية. بكره تشوفي، بس اصبري. اصبر؟ انا اصبر ان شاء الله العمر كله، ما دام اكون متأكدة انه بيحبني، وان انا حقيقي الشاطئ اللي هيستريح لي زي ما قال. هو في الواقع انسان يا زينب، انسان لطيف ورقيق وحنين ومجامل، وما فيش حد في الدنيا رجع لي ثقتي بنفسي غيره. كل شيء له اخر يا زينب، وربنا يكتب لكم السعادة مع بعض ان شاء الله. ميرسي قوي يا فوزية. الاستاذ رشدي من فضلك. انا رشدي؟ مين؟ فوزية؟ ايوه. ايه محدش شافك ليه؟ وفين الشهادة اللي قلتلك عليها؟ جوز اختي بيقولك تطلع بكرة. ايوه بس دي ضرورية جدا يا فوزية، المحكمة عاوزاها. بكرة ان شاء الله. والنهاردة انت فين؟ بذاكر في البيت. طيب انا كنت عايزك يا فوزية في حاجة مهمة. خير؟ لا التليفون ما ينفعش، لازم تجيني المكتب. انت وغوشتني. لا اطمني، بس لازم تيجي بكرة، ها؟ سواء طلعت الشهادة او ما طلعتش. وهو كذلك. اشوفك بكرة. مع السلامة يا فوزية. ايوه هي دي الشهادة. خلاص يا ستي، تأكدي ان صاحب البيت هيخسر القضية 100%. بس انا بقى مكافئتي هتكون ايه؟ احنا تحت امرك في كل الاتعاب اللي انت عاوزها. والله انا مش عايز غير حاجة واحدة بس، انك تسمعيني دلوقتي وتاخدي بالك من كل كلمة هقولها لك. خير؟ انا مش عارف ابتدي معاكي منين. احسن حاجة ان الواحد يبتدي من الاول. طيب يبقى نبتدي من اول زيارة جيتي فيها مكتبي. انت فاكرة يا فوزية دفاعك عن الجميلات ومحاولة اقناعي بان الحكاية اللي حصلت مع خطيبتي الاولى دي كانت مجرد مسألة فردية ما تعتبرش مقياس؟ ايوه. انا من يومها وانا بفكر في الحكاية دي لغاية ما اقتنعت بيها. اقتنعت بالفكرة وبصاحبة الفكرة. قصدك ايه يا استاذ رشدي؟ انا مش فاهم. انا كنت متسرع في علاقتي بزينب يا فوزية. اعتقد ان المسألة دي كانت بمحض ارادتك ومحدش غصب